مثلا انا كيني، احس انه في كيني انا دوله مالت الثانيه، احس هنا دولتك الاصليه. ايه. شيخنا بالبدايه اريد تعطيني فكره عامه عن الموكب وشلون وصلتوا لهذا المرحله. احنا في الواقع قبل يعني ورا السقوط مباشره، الوالد اول مره اجى زياره مباشره ورا السقوط، فاحنا تقريبا ممكن نقول اول عائله افريقيه جينا للزياره. اجينا شفنا الناس يعني خدمات وهاي الامور، فصار احنا نقول غبته مو الحسد، فقلنا لازم يعني احنا فارقه وين؟ هذول قاعد يخدمون طريق الامام الحسين، كل ما كنا نجي نقول لازم يصير موكب افريقي، فكنا شو نسوي بالطريق؟ نشتري كرتون كيكه لو كرتون موز، نوزع ونقول ان شاء الله بهاي البركه ان شاء الله راح نفتح موكب. والحمد لله بدينا نجيب زوار، مو بس يعني موكب، نجيب زوار ونسوي موكب. زين شيخنا هسه شنو الخدمات اللي تقدموها بالموكب؟ قهوه افريقيه، يعني نجيب قهوه من حلو. افريقيا، والشاي هم من افريقيا، نجيب الشاي من شاي خاص لطيف مالتنا، وفي اكلات خاصه حلويات. زين شنو اللي يميز هاي القهوه عن بقيه القهوه؟ هاي قهوة جبناها من أصلية، جبناها من أفريقيا، من افريقيا؟ من كينيا. من كينيا؟ هي أصلية جبناها من مزارعنا. شنو تحس من تقدم هاي الخدمه؟ هاي شعور لا يوصف، ما أدري شلون أوصف لكم الشعور. يعني خدمة الإمام، يعني كل الثقل اللي بجواك قاعد تفضيه، تخلص نفسك من الثقل اللي جواك. من خدمة الإمام ما تفصل، ما أقدر أوصفها لكم. زين شنو اللي يعني اكثر شيء اثر بيك بالعراق؟ وناسهم الكل، يعني خدمتهم إلنا، قاعد أحس كل واحد أمر منه ويقول لي تعال كأنه أبويا. يعني إحساس ما يوصف، يعني يعاملون وياك كأنك ابنهم منهم، يعني كأنك واحد من شعبهم، ما يفرقون بينك وبين أي واحد، عجمي عربي ما أي واحد. يعني ما حسيت انه انت غريب بهذا؟ أبد كأنه قاعد هسه أنا وأنا قاعد هنا كأني ببيتي، كأني ببيتي يعني، ولا أي شعور غريب أبد، ما عندي أي شعور غريب. والله عمي هنيئا للعراقيين. هنيئا لكم، هنيئا لكم. والصدفه الحلوه انه طلع مصطفى متابعني. صار لك ايش قد متابعني مصطفى؟ أنا تقريبا 3 سنوات. 3 سنوات؟ إيه 3 سنوات. ماجورين ان شاء الله. موفق ان شاء الله، وان شاء الله تبقون مستمرين على هذه الخدمه.